الدكتور عبد المنعم الفتوح، واحنا النهارده في 3 ولا 4 سبتمبر 2014، يعني بعد مرور تقريبا سنة وشوية على 30 يونيو، هل بيرى انه فعلا انه الجيش كان لابد انه يتنحى جانبا ويسيب هذا الصراع السياسي، الناس تقتل في بعضها؟ ياخد مداه لغايه امتى؟ لغايه لما البلد تقع؟ لا استاذ اصبر عليا، ما انت سالتني، انا مش انت انك تسال وانا ما اجبتش. اتفضل. الصراع السياسي اللي بيحصل في الدنيا كلها وفي عالم الديمقراطيه بيبقى في راي وفي راي اخر. متى يعني ينطر الجيش لعمل استثنائي؟ اذا ان الدوله مهدده وفي امنها وكذا وكذا. ما كانتش مهدده بشكل لم تكن مهدده، واللي عاوز يقول يقول لنا، ما احنا ما عنديش، انا ما عنديش مانع اتفهم ان حد يقول لي الدوله كانت زي مهدده، في سوء اداره سياسيه، في خبل سياسي بتدار بيه الدوله، كل ده، لكن هذا لاي حد منتخب. هو بوش لما ادار امريكا في ال8 سنين اللي قعد فيهم، ده كان اكبر مخبول، اكبر رئيس امريكي مخبول، اللي زج بامريكا في حروب في العراق وفي افغانستان والى اخره. مع ذلك الجيش الامريكي ما دخلش لاسقاطه، مش معناه ان اللي كان بيعمله صح، لكن ده يعالج في مجال الصراع السياسي، وتيجي انتخابات والناس تسقط هذا الفصيل ويجي انتخاب، والا مش هنرجع للمسار كانت الاجواء مهيئه للكلام الرومانسي والحالم لا، ليس رومانسي، هذا كلام واقعي وعملي وصحيح. وكل الدول التي تريد ان تحافظ على استقرارها، نحن نجني الآن كارثة كبيرة، نحن الآن نجني كارثة كبيرة لمصادرة المسار الديمقراطي ومنعه وإغلاق المجال العام في ظهور جماعات التكفير الجهادية التي تريد أن تدمر المنطقة كلها.